مش هننجز ولا ايه؟ مين مين بيكلمني؟ أنا المهمة اللي بقالك كتير راكنها. يا عم انا هعملها بس بس مش جاهز. مش جاهز ولا مش ناوي؟ كل يوم تقول بكرة، وبكرة لما يجي تبقى بعد بكرة. انا مستني اكون في المود، مستني اكون يعني تمام. مود؟ أنا مهمة مش أغنية. طب ليه كل ما ابدا احس ان المهم مش جاي معايا، حاسس ان في حاجه بتشدني بعيد. علشان دماغك حافظت إن الهروب بقى الحل، مش الإنجاز. طب خلاص انا هبدا دلوقتي. وإيه ده؟ هتعمل إيه يعني؟ هبدا هبدا بيك انت الاول. استنى. الحكاية مش إن المهمة تقيلة، الحكاية إن دماغك اتعودت تهرب. ابدأ حتى لو بداية صغيرة، بس أهم حاجة إنك تبدأ. بصوا، اللي بيحصل لنا دلوقتي، اللي هو حصل معانا يعني دلوقتي، بيحصل معانا كل يوم. احنا فاكرين ان المشكلة في الوقت، في الظروف، في اننا مش في المود، في اننا مش في الحالة اللي احنا تخلينا ان احنا نعمل الشيء او نعمل التاسك او نعمل الواجب او نعمل اللي يخلينا نتقدم لقدام. بس المشكلة ان احنا اتعودنا نهرب. التسويف مش عادة. وانا ليه بتكلم على التسويف؟ اكتر مشاكل بتواجهك كشاب، او حد بيبدأ لسه دراسته، او حد طالب جامعي، طالب ثانوي، طالب اعدادي، بيواجه مشاكل. بيواجهوا مشكلة كبيرة اسمها التسويف. التسويف مش حاجة عادية، ده نظام تشغيل دماغ. بيعمل اي حاجة اللي هو يوقفك ان انت مش عايز تعمل الواجب ده، انت مش عايز تعمل تاسك. خلاص بكرة، كل مرة بيوديك لحتة تانية، بيخلي دماغك تتعود إن ده سهل. عدي بقى، أنا سهل، مش مهم أركنه. لا، أنا هعدي ده، لا فكك من ده وأريح بقى وقال. مش خايف من المادة دي. دي, دي مادة عادية، دي دراسات، دي مش عارف إيه. إيه- ليه إحنا بنستهتر بمواد في الآخر؟ آخر الترم إحنا بنزعل جامد، وفجأة تلاقي نفسك محترف حاجة اسمها التسويف. طب ليه؟ كنا مبتدئين، ليه انت دلوقتي مبتدئ في الإنجاز مش عارف توصل للإنجاز اللي انت عملته؟ مش عارف تعمل إنجاز لنفسك. الإنجاز مش محتاج طاقة، مش محتاج إنك تتعب عشان تجيبه، بس محتاج تحط كذا خطة عشان توصل ليها بعدين. مش لازم مش لازم انت تحط الخطة بتاعتك. خلاص انا لما عملت الخطة دي هوصل لها بكرة. مش لازم بكرة، لازم تمشي عليها خطوات، يوم بعد يوم. محتاج بداية، محتاج حاجة صغيرة تبدأ بيها، محتاج خطوة بس. انت محتاجها تبقى كاملة. لو هي مش كاملة هتعيش ازاي؟ تعمل الانجاز ده ازاي؟ ولما تبدأ المخ بيغير اتجاهه ويقول لك لا، وكمان يكلمك ويقول لك كمل. عشان كده لو عندك يعني مهام كتير مش عارف تخلصها، ابدأ مهمة صغيرة، ابدأ بيها دقيقتين. ارتاح دقيقتين، ارتاح دقيقتين، مش هتطول خالص. هتدخل يعني، ليه لازم احنا نبدأ بحاجات صغيرة؟ دقيقتين بس هما اللي هيفرقوا معاك. اكتر من اسبوع كامل تركيز. الخلاصه بقى ان انت. بسيبني اعمل الحتة دي بقى. ايه يا حبيبي؟ قوم قوم. الخلاصة، ما تستناش ولا وقت ولا مزاج ولا ظروف. ابدأ. لو بداية صغيرة، والمهمة اللي كانت بتجري وراك هتلاقي يوم بتستناك. سلام. بس حبيت أشكركم على 150 مشترك. بإذن الله هنتطور ونقدم لكم أحسن محتوى ليكم. وشكرا. سلام.